لله والشكر لله والفضل لله على أول خطوة من 4 خطوات امبارح بالأمس مع فريق شباب بلوزداد. دي يا جماعة دي لسه نادي الزمالك ما عملش حاجة خالص، فريق نادي الزمالك لكرة القدم لسه ما عملش حاجة خالص. سيبكم من الكلام بقى ان الزمالك خلاص خد الكونفدرالية ولا خد الدوري، كل ده كلام والناس عاوزة تشتتنا وهم مستنيين وقعتنا. لا، احنا بفضل ربنا سبحانه وتعالى الكريم العظيم امبارح كان خطوة من 4 خطوات. المباراة فريق شباب بلوزداد كانت مباراة صعبة وكانت مباراة بجد معصيبة ومعاناة والكلام ده كله، لكن ربنا كرمنا بفضل ربنا بأول خطوة الشوط الأولاني. الخطوة الثانية اللي هي الشوط الثاني إن شاء الله في استاد القاهرة يوم الجمعة القادم بإذن الله ناخدها بحمية وبرجولة إن شاء الله. يبقى دي تاني خطوة بإذن الله، ربنا يكرمنا ونلعب باحترام ونقدر الفريق الجزائري ونديله حقه ونلعب احنا عشان خاطر جمهور نادي الزمالك، واحنا واثقين فيكم يا رجاله يا ابطال. ان شاء الله ال 11 لاعب اللي هينزلهم ان شاء الله يكونوا رجاله مع الكابتن معتمد جمال مع الجهاز المعاون مع الجهاز الاداري مع الجهاز الطبي كلهم، وجمهور نادي الزمالك من خلفهم باذن الله. الخطوه الثانيه يا ابطال يوم الجمعه الجايه مع فريق شباب بلوزداد اللي بنكرر كل احترام وتقدير، لانه فريق بجد فريق جامد وجمهوره كان حاجه فوق الوصف امبارح. باذن الله لسه ما عملناش حاجه. الخطوه الثانيه يا رجاله يا ابطال يوم الجمعه القادم ان شاء الله باستاد القاهره امام فريق شباب بلوزداد المحترم، الفريق العنيد المقاتل بجد. فان شاء الله ناخد الخطوه الثانيه ثم باذن الله نستنى الخطوه اللي بعديها ما بين فريق اتحاد العاصمه الجزائري او فريق اولمبيك اسفي المغربي. وان شاء الله الفريق اللي هيجي ان شاء الله نادي الزمالك باذن الله في انتظاره. بس المهم يا رجاله لسه الخطوه الثانيه امام فريق شباب بلوزداد باستاد القاهره مباراه العوده، دي الخطوه الثانيه. ان شاء الله ربنا كتب لنا الصعود باذن الله. هيبقى قدامنا خطوتين على الكونفدراليه، مباراه الذهاب ما بين الفريق اللي هنروح له كان فريق اتحاد العاصمه الجزائري او فريق اولمبيك اسف المغربي، ايا كان كلهم بنكون كل احترام، ونادي الزمالك بيحترم اي حد وبيحترم اي فريق وبيحترم جماهيره وبيحترم ادارته وكل حاجه. بس ان شاء الله تبقى الخطوه الثانيه. لسه فاضل لنا 3 خطوات. الخطوه الثانيه ان شاء الله في استاد القاهره يوم الجمعه القادم، ثم خطوتين التانيين باذن الله ناخد خطوه هناك وخطوه هنا برجوله وبحميه وبحماس عشان نفرح كل الناس الزملكاويه. والحديث بقيه. وبرده في الدوري ما حدش يقول اصل الزمالك لا، لسه برده الدوري برده مباراه الدوري مباراه كؤوس، كل مباراه بناخدها على حده. بقول للاعيبه نادي الزمالك والجمهور نادي الزمالك ما ننصحش ورا الكلام اللي هو اللي عاوز يودينا في حته ثانيه. احنا لسه نادي الزمالك على ارض الواقع ما عملناش حاجه السنه دي زينا زي اي فريق. ان شاء الله نفرح امتى ونزيد في فرحتنا ونعمل اللي احنا عاوزينه امتى باذن الله باحترام وبرقي لما ان شاء الله تبقى البطوله عندنا في نادي الزمالك ونفرح بيها ونقول بجد الكونفدراليه في 100 عقبه باذنك يا رب، باذنك يا عظيم يا كريم باذن الله، ثم الدوري باذن الله في 100 عقبه ان شاء الله. من على ارض الواقع احنا لسه ما عملناش حاجه يا جماعه. جمهور نادي الزمالك، لعيبه نادي الزمالك، اداره نادي الزمالك، اعضاء نادي الزمالك، كل من هو زملكاوي بفضل ربنا احنا لازم نكون فاهمين كده. لسه ما عملناش حاجه في الكونفدراليه، فاضل لنا 3 خطوات. الخطوه الثانيه ما بين الفريق شباب بلوزداد ثم ان شاء الله نعدي ربنا يكرمنا الصعود. والخطوتين التانيين ايا كان الفريق اللي جاي لنا هيبقى في مباراه ذهاب عندهم ومباراه العوده عندنا باذن الله. 3 خطوات يا رجاله ناخدهم بحميه وبرجوله باذن الله. ان شاء الله نسعى وناخد البطوله ان شاء الله. يا رب يا رب اكرمنا باذن الله، واحنا مستنيين يا رب بفضل ربنا خير. يا رب يا رب يا كريم يا عظيم مستنيين ان شاء الله يا رب خيرك وكرمك علينا ان شاء الله، وتفرح جمهور نادي الزمالك في كل مكان. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حسن شحاته عاشق الزمالك.